السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير واشوفكم دايما مرتاحين البال وراضيين عن كل شيء. امين يا رب العالمين، ويجعلكم دايما من جبارين الخواطر، ويجعلنا دايما يا رب من جبارين الخواطر. اهم حاجه كده هنبدا بيها بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام عليه. هنا بقى عملت حبه عيش يا ولاد، يا سلام يا سلام. هنا بقى حبه ملح و2 كوب من الدقيق، وبمعيار مثلا بصي هي نص كوبايه من الميه. هتلم الدقيق وعلى حسب الدقيق معاكي. تمام. هنعمل حاجه كده على بمناسبه السحور، احنا تعبنا فول وطعميه والكلام ده كله. هنا بقى حاجه مختلفه جدا. كل شويه كده حطي حبه كده من الميه لحد ما تلمي معاكي. هتلمي معاكي هتلاقيها زي الفل يا قمرية. تمام. فهنا بقى لميت كده العجينة، وهفضل اجيبها يمين وشمال لحد ما تتلم وتبقى عجينة طرية جدا جدا جدا. هنا طبعا هفضل الم فيها، وفي الاخر بعد ما الم العجينة كلها هحط لها معلقتين من الزيت. تمام يا حلوين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام عليه. بس كده. فروحت كمان هلمها بقى، احط نقطتين زيت. هعمل بقى سحور اقتصادي جميل لذيذ، كله جميل 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 فوق الخيال والله. مختلف نغير شوية من كل يوم. تحمير بطاطس، فول، طبعا جبن، بيض، الكلام ده كله لا. وفري النهارده كده واعملي حاجه من بيتك وجميله ولذيذه، وبناتك او عيالك هيحبوها جدا جدا، وزوجك هيحبها جدا جدا، وهيقولك تسلم ايدك يا قمر. تمام. هنا بقى كده زي ما انت شايفه كده خلاص اهي اتلمت معايا، وحطيت لها الزيت، والدنيا تمام التمام يا برشدي. هلمها بقى، لازم تبقى عجينه طريه، هتبقى طريه معاكم جدا جدا جدا، وهتبقى ملزقه بسيط. تمام التمام. زي ما انتم شايفين بصي اهي بتلزق بسيط. تمام اهي. هسيبها ترتاح بقى من 5 دقايق ل10 دقايق كده لحد ما تشوفي الباقي الحاجه. هنا بقى جبت بطاطس قطعتها مكعبات، وحطيت فيها ميه، وحطيت نص معلقه من الملح، وسبتها ان هي تبقى طريه كده زي ما انت شايفه. سلقيها كده تبقى بصي سويها على الاخر ماشي، عشان تعرف تتهرس معاكي كده وتبقى تمام التمام. هنا جبت طاسه حطيت فيها معلقتين من الزيت ماشي يا امارات، معلقتين 3 معالق من الزيت كده حلوين. هنزل عليهم احط بقى البصل. تمام. قلب يا برشدي كده. بصي ما مسكتش معلقه، تك كده بايدي. بصي الجمال، عملت نفسي شيف. ايه رايكم؟ بس كده. هنا بقى زي ما انت شايفه كده يا ست الكل، هنا البصل يا دوبك زي ما انت عايزه انك تدبليه كده ان هو يدي لون صفار، عايزه مثلا تحمريه انت اختياري، البصل اختياري معاكي. هنا بقى البطاطس المهروسه، حطيت كده كوبايتين من البطاطس المهروسه. تمام. لف يا معلم كله ده كده. هديها تشويحه مع البصل والزيت. هنزل عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام عليه. قلبيها كويس الاول اول شيء. بعد كده هتنزلي عليهم بالفلفل الالوان. انا انت اختياري، عايزه تحطي فلفل الوان والكزبره ماشي، قصدي بقدونس، حقكم عليا بقدونس. وكمان الفلفل ده اختياري، ممكن لو انت من محبين الشطه يبقى شتيته حمرا كده قشطه. تمام. طبعا انا واحده من الناس عشان معايا اطفال وهياكلوا منها، فمش هينفع احط هنا الشطه نهائي. تمام. بس حطيت بقى هنا ايه، فلفل اسود، ملح، وبصي ما تتذكرش يعني رشه شطه كده ان هي تدي طعم بس. تمام. زي ما انت شايفه كده حبه ملح وفلفل اسود وحبه شطه صغننين جدا. هوريها لك دلوقتي وشوفي ده فلفل اسود، هوريها لك بقى دلوقتي ولا تتذكر، بس ان هي تدي طعم كده، فاهميني؟ بس ده اللي انا طالباه بس كده، وحاجه اقتصاديه ومن البيت، وحاجه هتعجبك. او بصي نقطه شطه نقطه كده وجميله قوي يا جماعه والله العظيم. 3 العيال فرحوا بيها
واللي في البيت كلهم فرحوا بيها والله العظيم. جميلة 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 وموفرة جدا، اقتصادية جدا جدا جدا. تمام. هنا بقى حطيت كده على الرخامة، حطيت حبة دقيق. ادي بصي العجينة ارتاحت معايا وزي الفل الفل الفل. تمام. بصي بجيبها يمين وشمال عشان اوريكم. بصي طرية جدا. تمام. قطعي بقى الرغيف اللي انت عايزاه، اللي هو مثلا اهوت انا مقطعاه صغنن. انت عايزه تقطعي بقى رغيف كبير كده، كبير كبير، انت حره. القطعات ديت اختياريه وبراحتك خالص. اهم حاجه يكون رفيع. بصي ولا تخين قوي ولا رفيع قوي، السمك بتاعه يكون متوسط. تمام. زي ما انت هتشوفي يا ست الكل يا قمر دلوقتي معايا خطوه بخطوتها. بصي النهارده انا قلت لازم حبايب قلبي اطلع لهم كده في فيديو جبار، علشان خاطر ايه؟ لتغيير بقى السحور خلاص تعبنا من السحور. فول 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 فول، تعبنا يا جماعه. فطبعا بقى ديت بصراحه احنا قاعدين بنقول هنتسحر ايه النهارده، خلاص تعبنا مش عارفه ايه. قلت لهم بس جت في ملعبي، انا هعمل لكم حاجه النهارده جامده الجمدان، وفعلا طلعت جامده جامده يعني. تمام. بس كده. هنا بقى خلاص بلمهم بقى كده جنب جنب كده على جنب، علشان خاطر بقى ايه افرد بالنشابة. وعلى فكرة ممكن تفردها بايدك، هي طريقة جدا وهتفرد معاكي بسهولة جدا. تمام. هنا بقى اهوت فردت يا معلم زي ما انت شايفة كده، زي ما انت عايزة الرغيف بتاعك. عايزاه كبير كبري، عايزاه صغير صغري، يعني زي ما انت عايزة واللي يعجبك انت. ده اختياري بقى، ده اللي بايدك انت يا ست الكل يا قمر. بس الخطوات اللي انا قلتلك عليها ديت بصي جمال جمال جمال. تمام. هنا بصي هنا الزيت، نقطة زيت بسيطة جدا. تمام. هحط بقى الرغيف عليها يا جمال الجمال. بصوا طلعت بفهم برضو. بس الجمال يا جماعة والله العظيم الحاجة في البيت رزق، والعجين في البيت رزق. وبصي راحت بال بطريقة جميلة جدا اهو زي ما انت شايفة كده على نار هادية. ان هو يطلع فقفيع كده، ان هو يغير لونه، مش ان هو ايه هتفضلي انك تسيبيه عشان يتحروق. لا يدوبك يغير لونه زي ما انت شايفة كده، يعني يغير اللون بس الابيض بتاعه، مدي اللون صفار بسيط كده زي ما انت شايفة. تمام. هنا هو يا ست الكل يا قمر. بصي الجمالات يا جمالات يا جمالات. بس كده والله العظيم حاجة حلوة قوي والله في البيت. ما تبخليش على بيتك، قومي تنشطي بيا كده، قومي تشجعي كده يا ست الكل يا قمر. اعملي جددي. العيال بتحب التجديد، ما بتحبش تستمر على حاجة واحدة. لا جددي، وكل يوم كده اخترعي لك كام اختراع. والاختراعات على فكرة لا تطلع حلوة لا تطلع وحشة، وادي كله شغال. واقسم بالله العلي العظيم ما هيسيبوا حاجة وهياكلوها برضك، وحشة حلوة هياكلوه والله العظيم. اهو خلاص انا كده ايه هطلعه. بصوا بقى اهو يا حبايبي، شفتيه؟ ده بقولك بقى على الشكل. بس كده هنزل بقى على طول بالتاني. تمام التمام. جبت طبق عشان اطلع عليه، وهغطيه كمان يا جماعه بفوطه بقى باي حاجه عندك ان انت تغطيه علشان يبقى طري. تمام. عشان ما ينشفش معاكي. بس وهحط التانية وكله هكذا كله هكذا. هنا بقى زي ما انت شايفه كده كله بقى هيتعمل هكذا زي ما انا قلت لك يا ست الكل. بس كده. بصي سهلة وبسيطة جدا جدا، ويا رب تعجبكم يا رب، وهتعجبكم جدا جدا والله العظيم. وهنا بقى معرفتش اكمل معاكم علشان خاطر الكاميرا وقفت والتليفون فصل. فانا بعديها بحشيها يا جماعة الخليط اللي انا وريتهولك، وفي نفس الوقت ان انا بحمرها في 3 معالق من الزيت، بتديك اللون دوت بعد ما تحشيها. تمام التمام. يا رب يكون الضيفة خفيفة على قلوبكم، ويجعلني دايما محبين لله، واسيبك في رعاية الله.